شركة انسكريبشن لها هيكل الإداري وتنظيمي على مستوى عالي من الدقة. احنا بنشتغل دايما از تيم وورك، ودايما بنكون في الاتش ار ديبارتمنت بنكون حريصين جدا ان احنا يكون عندنا كومباني ستراكشر ويكون عندنا جوب ديسكريبشنز لكل حد، وبنشتغل دايما ان احنا نجرو التيم وورك دايما في الامبلوي بتاعتنا وبننفست فيهم. في النهايه بنشتغل على اعلى مستوى من الاداره علشان نقدم افضل خدمه للعميل. وبما اننا توسعنا في مجال التطوير العقاري، فاحنا بقى عندنا ادارات مختلفه متنوعه ومتكامله، كل اداره مرتبطه ببعضها بشكل متواصل ودائم لحد ما توصل المشروع للمستوى المطلوب من الجوده. احنا كمان بنهتم بالموظفين ذات نفسهم، بنهتم بالمهارات الذاتيه الخاصه بيهم زي مهاره التواصل عشان يقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل متكامل. ايه هي الحاجات اللي تاكد ان شركه انسكريبشن هي الافضل؟ اول حاجه شركه انسكريبشن فيها قسم لضبط الجوده، معرفه الخامات اللي تناسب حضرتك، سعر الخامات، فاحنا هنكون معاك في التفرقه ما بين المنتج اللي يناسب حضرتك، السعر، ارخص حاجه في حاجه كواليتي عاليه. وبكده هنكون وصلنا لاهم نقطه واهم محور في التصميمات كلها، العلاقه ما بين المصمم وما بين العميل. العميل له متطلبات واستخدامات وليه منظور معين في التصميم. احنا واجبنا كانسكريبشن او كتصميم داخلي ان احنا نوفر له كل احتياجاته المطلوبه منه. فرقم واحد هو بيبقى ليه مثلا متطلبات في التصميم نيو كلاسيك او كلاسيك او مودرن. احنا هنا بيبقى عندنا كل الدرايه بكل جميع انواع الستايلز الموجوده. فاحنا هنا في انسكريبشن بنحاول نحدد كل حاجه بالتفصيل وبالدقه المطلوبه. فلو انت بتهتم بالتفاصيل وبتحب تشارك في بناء مستقبلك وحياتك، احنا بنجهز لك كل اللي محتاجه، وعليك تستمتع بالواقع اللي بتحلم بيه وهو بيتحقق قدام عينيك. عشان كده انسكريبشن هي الاختيار الافضل.